يا جماعة أنا هيحصل لي حاجة من كتر ما أنا مقهورة على كمية الشجر اللي كسروه شالوه. بس يعني هما بيقولوا لنا كده الفايدة أحسن من الشجرة، هيدخل لها هوا وهتبقى كويسة. بس أنا يعني مخنوقة جدا، زعلانة. إلهي وسيدي ومولاي، يا عدتي في شدتي، ويا عزي في نصرتي، ويا من منك دوام فرحتي، وبك حولي وقوتي. اللهم ارزقني عملا بلا فتور ولا انقطاع، ولا تكلني إلى أحد من خلقك ولا إلى نفسي. اللهم تول أمري في كل ما أهمني، واغفر لي جميع الذنوب التي لا يسعها إلا حلمك، ولا ينجي منها إلا عفوك. وحصنا اللهم من كل عمل يحجب الأرزاق، واحفظ صدورنا من الغش والنفاق، واكتب لنا أن نكون من السابقين الفائزين برضاك. صباحكم فل، صباحكم هنا، صباحكم سعادة. يا رب كل اللي انتوا تتمنوه ربنا يحققه لكم في حق اليوم المفترج اللي احنا فيه. طبعا يوم الجمعة من الأيام اللي هي محببة إلى قلبي، وانتوا عارفين الكلام ده من زمان وعارفين ان انا بحب يوم الجمعة. بس النهاردة حصل حدث، يعني بصوا، يعني خلاني كده والله العظيم قلبي يوجعني، يعني قلبي فعلا وجعني. بس قدر الله ما شاء فعل. يعني طالما هي حاجة فيها مصلحة خلاص يعني الحمد لله على كل حاجة. بس عارفين احساس ان انت بتقعدي تكبري في حاجة، تكبري في حاجة، وفجأة الحاجة دي كلها تتشال. طبعا كل التفاصيل دي هتشوفوها معايا في اخر الفيديو، هعرفكم كل حاجة واقول لكم كل حاجة. بس انتوا شايفين المنظر الجمالي اللي انا قاعدة فيه؟ ما شاء الله ولا قوة الا بالله، حاجة كده ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يا رب يبارك لنا فيها يا رب، وما يحرمناش منها ابدا يا رب. اللهم امين. ادعوا لنا يا بنات، ادعوا لنا. طبعًا أنتم شُفتوا أول حاجة أنا عملت معاكم كوباية القهوة، قُلت كده عشان أفوّق وأروّق كده، أعمل كوباية قهوة. ما كنتش عارفة المصير اللي لسه هييجي لي، أو ما كنتش عارفة الحاجة اللي لسه هتيجي لي. طبعًا أنتم وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. أخباركم إيه يا بنات؟ والله العظيم وحشتوني جدًا، جدًا. أحب طبعًا أشكر كل أخت انضمت معايا في القناة، ربنا يا رب يدومكم نعمة في حياتي ويخليكم ليّا وما تحرمش منكم أبدًا، أبدًا، أبدًا. طبعًا لو أنتِ أول مرة تشوفيني، أنا اسمي عبير ودي قناة يوميات بيرو. أتمنى طبعًا إن أنتِ تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان أول ما أنزّل فيديو يوصلِك الإشعار بيه على طول، تمام؟ فيالّا بينا كده النهارده. ثواني بس أقول لكم على حاجة. أنا لسه بس عدد بسيط جدًا، جدًا وأكمّل 4000 أخت، فعايزاكم يعني تتجدعنوا معايا كده، و وإيه وشيّروا الفيديو واعملوا يعني اطلبوا من أصحابكم. أنا مش عارفة أقول إيه بصراحة، بس أنا يعني بابقى مكسوفة وأنا باقول الكلام ده. بس والله العظيم فعلًا أنا عارفة إن إحنا يعني دي شروط اليوتيوب إن إحنا لازم نقول لكم الكلام ده. فإيه، علشان طبعًا تشتركوا في القناة وما تنسوش في الكلام ده، وما تنسوش طبعًا تحطوا اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو منكم كده علشان أدخل أرحّب بيكم. أكيد هابقى مبسوطة. عايزاكم كمان تكتبوا لي أساميكم. على فكرة أنا حفظت أسامي كتير، يعني أنا مبسوطة جدًا إن أنا حفظت أسامي كتير منكم. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي كلكم، كلكم، كلكم. مش عايزة أقول أسماء علشان ما حدش يزعل مني ويقول أنتِ نسيتيني. طبعًا بنوتاتي واخواتي، يعني في هنا بنات أساسًا أنا قد مامتهم، يعني فاهمينّي؟ يعني في بنوتات أنا يعني مبسوطة جدًا إن في بنوتات صغيّرة بتتفرّج عليَّ. فده هدفي كمان، إن في بنات كتير صغيّرة يعني تتفرّج، علشان لمّا تكبر إن شاء الله تبقى شطورة، حتى لو هتستفاد بحاجة بسيطة. أنا مش هاقول لكم إن أنا باعمل كل حاجة وإن أنا عارفة باعمل كل حاجة، لأ، أنا أقل منكم والله. بس يعني لمّا يشوفوا حاجة ويستفادوا منها، هُم بيقولوا لي كمان إحنا بنستفاد من حاجة، حبّوا مثلًا طريقة حاجة، فاهمينّي؟ إن شاء الله ربنا يكرمهم بالزوج الصالح كده، طبعًا يكونوا ستات بيوت شاطرين جدًا في بيوتهم. طبعًا شُفتوني النهارده هاعمل معاكم لحمة. لحمة، سلقت لحمة طبعًا. أنا باسلق اللحمة إزاي يا بنات؟ باسلقها بطريقة سهلة جدًا. باحط شوية زيت صغيّرين، فص مستكة، حبهان، بصلة، ورق لورا، وبانزل باللحمة باشوّحها كده وباخلّيها يعني إيه، عارفين زي صدمة كده أو المسام بتاعتها إن هي تتقفّل. وبعد كده بانزل عليها بالمَيّة وباغطّيها بقى وهي تستوي مع نفسها، تمام. هنا بقى باعمل البصلة دي ليه وباعمل الطماطم دي ليه وباحط
هاقول لكم على كل حاجة. طبعًا أول حاجة عملتها حمّرت بصلة كده، صفّرتها بس حاجة بسيطة، وبعد كده نزلت بالطماطم، بعد ما الطماطم نزلت بيها على طول نزلت باللحمة علشان تستوى كمان في الطماطم فاهمني، وتاخد من التسبيكة وتاخد من الطعم. وبعد كده أول ما غلت بقى واتسبكت معايا شوية حاجة بسيطة يعني، نزلت على طول بالبامية. طبعًا البامية الأيام دي موجودة كتير، فلازم إن إحنا نعمل بامية. فزي ما أنتم شايفين أنا مش سلقاها ولا عاملة فيها أي حاجة، نزلت بالبامية على طول، وحطيت ملح وفلفل بس، تمام. وحطيت كمية اللحمة اللي أنا عايزاها، وحطيت مغرفتين شوربة كده بس ما يجيش معاكم. المهم يعني ولازم في الآخر أحط قرن شطة، لازم بجد قرن الشطة بيوديها في حتة تانية وبيخلي طعمها حقيقي خرافي. بيبقى طعمها حلو جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا أنا هاوريكم الأكل لإن للأسف طلع التليفون مش بيصوّر والله العظيم غصبٍ عني، أنا فكّرت إن أنا باصوّر، والله العظيم ما لقيتش بقية الفيديو. طبعًا خلاص بعد ما البامية معايا استوت، عملت لها يا بنات جِبت راس توم كده حلوة ومحترمة وعملتها على النار، يعني خلّيت لونها يصفر، وبعد كده نزلت عليها على البامية وعصرت ليمونة، تمام. بينقل البامية في طعم، بيخلّيها طعم تاني، فاهماني؟ بينقل البامية في حتّة تانية خالص. وعملت الرز عادي بالشعرية زي ما أنتم متعودين معايا وعارفين أنا باعمل الرز إزاي، وغرفت الأكل بالطريقة البسيطة اللي أنتم شايفينها قدامكم دي. تعالوا بقى أوريكم حصل إيه في يومي وإيه اللي حصل، وهاسيب لكم الفيديو كده شغال مع نفسه، تسمعوا كل حاجة وتعرفوا كل حاجة وتعرفوا إيه هُم وجهة نظرهم في اللي هُم بيعملوه ده. طبعًا أنا جوزي كان في ناس جنبنا يعني بيعملوا الجناين بتاعتهم، فجأة كل الناس تقريبًا ده وقت يعني تقريبًا ده وقت إن هُم يعملوا الجناين، فكل الناس في الشارع كل الناس بيعملوا في الجناين بتاعتهم بيقصقصوا الشجر. فأنتم ما شاء الله شايفين متخيلين أصلًا الشجر وصل لحد فين، يعني حاجة بسيطة وكان هيوصل للدور التاني، أنتم متخيلين؟ فكان أساسًا مداريني وأنا باحب لون الخضار وصوت العصافير بقى، لإن طبعًا طول ما الشجر بيبقى كتير كده بيبقى فيه العصافير كتير الصبح، ما شاء الله اللهم بارك، كان المنظر خرافي، وكمان شجر الموز كان طالع لي في البلكونة. فأنتم متخيلين إن كل ده يتقص، هتشوفوا المنظر في الآخر هتزعلوا، والله العظيم هتزعلوا أنا عارفة، وأنا زعلت جدًا. شايفين دي الجيران يعني اللي هم إيه، قصقصوا الشجر، حرفيًا لقينا الشارع كله الشارع اللي هو على الطريق ده كله يعني شايلين الشجر مقصقصينه، بيقولوا هو ده أنسب وقت في السنة إن هم يعملوا الحركة دي، تمام. بيقولوا إن دي حاجة كويسة، فهاسيبكم بقى تسمعوا الفيديو كده وتشوفوا الكلام اللي هم قالوه، وتشوفوا كل حاجة بالتفاصيل. يالّا بقى وبعدين هارجع لكم تاني. نحن ناكل من السوق من جوا كتير شوي. هي بدها عم ايه ايه خف لي اياها هيك بدي خفها مشان الشجر شو كلنا مي. بدي خفها كلها. مغطية؟ لا لا ما هي مغطية انت بس عملي الجناب بس عم تاكل لطيف. ظبطها. شو؟ في غيرها هاي؟ هلا بس نخلص هاي نقدر حقنا. بيعمل مرارة ما هيك؟ أنا زعلانة، زعلانة إن الشجر بيتقص، بس هو لازم يتعمل كده عشان يتقل، بس أنا زعلانة. طبعا هما كانوا عايزين يقصروه اكتر من كده ويخلوه اصغر من كده، بس جوزي طبعا رفض، قال لهم لا ما تقصروش اكتر من كده. هما بيقولوا ان وجهة نظرهم ان الشجر كده من تحت هيتقل اكتر، وهيكون الفروع بتاعته يعني كتيرة من تحت، طول ما احنا سايبينه كده هو بيتقل
بيزيد من فوق لكن من تحت مش بيتقل يعني، وكل الشجر بقى اللي موجود تحت بقى إذا كان الفُلة أو الوردة البلدي أو التوت أو الحاجات دي كلّها، فهو كده مش واصل لها شمس ولا هوا ومكتومة، فعمرها ما هتكبر وعمرها ما هتنتج كويس. فعلًا الفُل عندنا كان هو بيكبر بس ما كانش بيدّينا إنتاج فاهماني؟ والتوتة برضه ما شاء الله كبرت برضه ما فيش منها إنتاج، ما فيش غير الوردة بلدي بصراحة هي اللي طلّعت إنتاج مرتين 3 والّا حاجة. بس هو قال لنا يعني كده مش هينفع حتى اللي هي الجهنمية، الموز، كل الحاجات دي كلّها يعني مش بيوصل لها شمس، لإن هو طبعًا مصدر الغذا بتاعهم هو الشمس، فقال لأ مش هينفع خالص كل الكلام ده، لازم يشيلوا كل الشجر من تحت ومن فوق ويخلّوا الشمس كده تدخل والشجر يتنفّس ويدخل له هوا، فيعني أنا كنت واقفة حرفيًا باعيّط يعني والله العظيم أقسم بالله أنا كمان زعلت جدًا على الريحان، ماما بتحب الريحان ده أوي ومتخيلين أصلًا لمّا بييجي شوية هوا يعني الريحان ده بيبقى ريحته حلوة جدًا، جدًا، جدًا. أنا الريحان كان كتير، كتير كانت شجر كبير كده وكتير قصّوه خالص ما خلّوش غير الجدر بس، كل الشجر اتقص خالص ما عادش غير الجدر بس. وكان هاين عليهم يكمّلوا بقية الموز، يسيبوا فرع أو هذا بدك 2 أنتم ايه؟ متخيّلين؟ بس جوزي طماطم طبعًا رفض. بالمرة تعالوا انا شوفوا بقى كنت كلامهم فيها هُم افضل. بيقولوا لا إيه لا علشان لا نعرف هُم عايزين يوصّلوا لنا إيه. تمشي بقى زي ما هو كده. هو هيكفي بقى على كده بعد كده على الشكل بس ده. ما تخفيش انت من تحت قوي. لكن مشان الشجر والله مشان الشجر. ها؟ مشان الشجر اللي جوا يعني قصدي يفوق يعني شوف الفله، شوف الورد، شوف التكاوي، كل ده ميت يعني قصدي عم يموت الشجر هذا يعني هذا اللي بيطلع مثلا بينشأ هيك بموتها لهذا بدي ما عادش ليها لازمه. يعني لو علي مثلا لسه هذا كله بده يطلع. يا جماعة أنا هيحصل لي حاجة من كتر ما أنا مقهورة على كمية الشجر اللي كسروه وشالوه، بس يعني هُم بيقولوا لنا كده الفايدة أحسن للشجرة وهيدخل لها هوا وهتبقى كويسة، بس أنا يعني مخنوقة جدًا زعلانة. لو أوريكم شكل الشجر عامل إزاي وحجمه كان عامل إزاي هتزعلوا معايا. تعالوا أما أوريكم كان شكل الشجر طويل إزاي، وكنت أقف كده في البلكونة وكنت أشوفه وكان حلو وشكله جميل يعني ما شاء الله، وكان مغريني كده. قالوا إن كل ده ما ينفعش. فعلا الجنينة مخدومة قوي عليه، كل ده مش هيشتغل. ما كان شغال حلو زي الفل. لا والله كله كده. والله كان شغال ريحانة بتاعت ماما. لا ده زي ما هم الجو موجود. أنا عارفة الأجرة موجودة، بس تقريبا ممكن عشان المية هتبقى عليهم موجودة على طول هيعملوا. يعني هلا بعد هاي القصه مثلا هلا بتلاقي مثلا الحاجات الفارغه هاي مثلا بدات تكسي بالضبط. يعني انت تزعل عليه هذا الشجر اللي عم ينقص اول قصه، القصه الثانيه بيزبط. وعايزه يعلى بقى. ما هو هيعلى تدريجيا ما ينفعش تعليه فروع كثيره زي دي. لو عايز تعليه عليه فروع كثيره صغيره زي دي. نزلت بقى تحت اوريكم الشكل من بره عامل ازاي. حرفيا الجنينه بقت قرعه يعني. انا مسميها قرعه. طبعا احنا عاملينها بالاسم خوص او مش عارفه اسمه ايه ده. يعني حافظ عليها. إحنا عاملين سور ليها إسمنتي كده من تحت، طبعًا شفتوه معايا في الفيديوهات من زمان ولسه هنعمل لها بقى سور خشب بس لمّا نضبّطها. هنا كان عمو بيسألنا هو إحنا لو قصينا الموزة أنتم هتزعلوا؟ علشان هو شايفنا إن إحنا زعلانين طول الوقت، يعني هو شايفنا طول الوقت إحنا زعلانين إن الشجر عمّال بيتقص. أنتم متخيلين أساسًا طوله يعني حرفيًا هيوصل للدور التاني. فيعني خلاص مش مشكلة هاوريه لكم كمان، يعني هاصوره لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله الجنينة الصبح تشوفوها شكلها عامل إزاي بالنهار بقى، يعني من فوق كده أوريكم شكلها عامل إزاي. هو أحسن حاجة بصراحة أحسن حاجة إن هُم يعني مسويين الشجر بطريقة حلوة جدًا، يعني مسويينه فعلًا لا في شجر بقى طالع ولا نازل ولا الكلام ده. إحنا قصيناه مرّة قبل كده، يعني إحنا مرّة قصيناه بس ما كانش أساسًا وصل للطول اللي أنتم شايفينه قدامكم ده. فما كناش زعلانين وما كانش في شجر بقى موز وكان الريحان أساسًا كان مات وكانت يعني كانت الحديقة فعلًا كانت محتاجة إن هي تتضبّط، لكن بعد ما إحنا ضبّطناها بقى وتعبنا فيها و وطبعًا أنا بادخل كل يوم أبُص عليها وأشوف الشجر أخباره إيه والكلام ده، وأقعد ألعب في الريحان كده اللي هو أقعد أهز فيه كده لو ما فيش هوا إن هو إيه يطلّع ريحة الريحان. أنتم متخيلين؟ فأساسًا ما عادش غير الجدر دلوقتي هتشوفوه معايا. طبعًا هُم هنا يعني شوية مع بعض، مثلًا حوالي 4 أفراد أو حاجة مع بعض يعني بيقصوا كده فاهماني؟ ف الموضوع كان سريع يعني هُم ما قعدوش حوالي مثلًا
حوالي نص ساعة 3/4 ساعة بالكتير قوي، يعني بالكتير قوي. فما شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله، ما غابوش خالص، وما شاء الله كلهم عارفين هو كل واحد ليه شغلته اللي هي ايه يعني، او يعمل ايه، كل واحد عارف هو هيعمل ايه. تمام. فبصراحة أنا قُلت إيه، الناس دي محتاجة حاجة ترطّب عليهم في الحَر، الجو حَر يا بنات بطريقة صعبة جدًا، فقُلت أمّا أطلع كده أقطّع لهم طبق بطيخ يرطّبوا عن نَفْسهم شوية كده. طبعًا فتحت معاكم البطيخة دي امبارح، فكانت حلوة جدًا، ما فيش فيها بذر الحمد لله. فيعني إيه، كانت حلوة، هُم فرحوا جدًا. تعالوا بقى أورّيكم الجنينة بعد ما هُم مشيوا، وكان خلاص الليل جه، فقُلت بقى أصوّرها لكم. تعالوا بقى رحّبوا بالكتاكيت الصغنونة الجديدة اللي جات معانا في الجنينة، مش عايزة تسيبنا خالص. بقت عندنا عيلة جديدة. قاعدين هنا ما بيخرجوش. بصوا الجنينة بعد ما خلصت بقت فاضية. خلاص بقت فاضية، ما عادش فيها حاجة. فضوها فضوها فضوها. الوردة البلدي بتاعتي ما عادش في وردة بلدي. بصوا، يعني كانت مطلعة واحدة، كانت يعني قربت تطلع. والريحان ما عادش في ريحان. ودي الفلة، ودي التوتة، بس ما جوش جنب التوتة، ما جوش جنبها. بصوا الموز، قرعوه، قرعوا الموز. شايفين هنا ما عادش في حاجة ازاي. الصبح اصورها لكم اكتر من فوق، بكرة اصورها لكم اكتر من فوق. بصوا، بصوا شكلها. بس يا بنات هو ده اللي حصل النهارده في يوم الجمعة. انتوا عارفين طبعا انا بحب اصور لكم يوم الجمعة على طول، لان هو اليوم اللي انا بحبه جدا 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 فوق ما انتوا ما تتخيلوا. طبعا القطط هنا مش عايزة تسيبنا خالص يا بنات، وقاعدين في الجراج. وبصوا اللي هم قاعدين اكلين شاربين نايمين عندي، خلاص مش عايزين يسيبوني خالص ولا. طبعا هم بيحبوا ابنه الصغير قوي، وابنه الصغير بيحبهم قوي، فهم عشان كده موجودين مستنيه بس يكبروا شويه كده، بعد ما احنا ناكلهم ويعتمدوا على نفسهم. وبعد كده ايه، امشيهم يعني، لان مش بصراحه ما ينفعش اسيب قطط عندي كتير كده، هيبوظوا الدنيا يعني. بس هو ده كان الفيديو، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.